في جابس فما عباد تقول احنا حاجتنا بهواء نظيف، يعني حتى الشغل ميم با يطالبوا به، وانت كدوله حتى الهواء نظيف ماكش قادره توفره لمواطنيك في الجهه هذيك. انك تجيب في سياق احداث وحده للامونيا الخضراء في وسط المجمع الكيميائي، في نفس السياق يجي الديكلاسمون تاع الفوسفوجيبس كماده خطيره، هذا راهو استفزاز للنضالات اللي قاموا بها القوابسيه طيله سنوات كبرى. يعني انت كيف تركز له وحده في وسط المجمع اللي هو مطالب بالزوال نتاعو بالتفكيك، نفس الوقت تكلاسيلو الماده اللي البحاره عانوا منها خاطر قاعده تطيش في البحر غير خطره، فهذا ما يجم يكون كان استفزاز، لانه البحر في جابس اليوم ما عادش يوكل، البحاره ما عادش ينجموا ياكلوا منه جراء التلوث والالقاء نتاع الفضلات اللي كيما الفوسفوجيبس في البحر. احداث وحده للامونيا الخضراء وسط المجمع الكيميائي، الاحداث نتاع وحده في وسط مجمع، دونك انت اقريت كوزاره انه المجمع هذايا باش يكمل بنفس اللي موجود هو فيه في الحاله الطبيعيه. بالتالي قرار الحكومي نتاع 29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات ونقلها صدر على حكومه يوسف الشاهد، انت الغيته كومبليتمون من اعتباراتك، واللي هو يمثل انتصار بالنسبه للقوابسيه عانوا سنين من المجمع هذاك في فلاحتهم وفي بحرهم وفي الحياه الكريمه نتاعهم وفي الهواء اللي يعيشوا به. ففوسفوجيبس كي تحب تثمنه فما دي بروسيدور. الفوسفوجيبس وتصنيفه كماده غير مخطره هي ناتجه على لجنه علميه موجوده في الوزاره، بالتالي اللجنه العلميه هذه باش صنفته غير مخطر نورمالمون عندها تقرير، انت باش تكون عندك مصداقيه كوزاره انشر لنا التقرير نتاع اللجنه العلميه وهات نشوفوا هي البحوث نتاعها لشنو ادت.